ألبرت أينشتاين ليس مجرد عالم في الفيزياء، بل عقل غير طريقة فهمنا للكون. ولد سنة 1879 في ألمانيا. كان طفلا هادئا لا يبدو عليه أثر الذكاء الذي يحمله في أعماقه. في مرحلة الدراسة قال المعلمون إنه بطيء الفهم، ولكن الحقيقة أنه كان يفكر بطريقة مختلفة. منذ صغره أحب الرياضيات والفيزياء. سنة 1905 قدم نظرية النسبية الخاصة، وقال فيها إن الزمن ليس ثابتا بل يتغير مع السرعة. فكرة صادمت العلماء، لكنها غيرت العلم إلى الأبد. وفي 1915 طور النسبية العامة وفسر بها الجاذبية على أنها انحناء في نسيج الزمكان. وعلى الرغم من شهرته العلمية، كان أينشتاين يدافع عن السلام وحقوق الإنسان، ورفض صنع القنبلة النووية رغم أن نظرياته ساهمت في تطويرها. توفي سنة 1955، ولكنه بقي في عقولنا وكتبنا وصورنا. صورته بلسانه الممدود أصبحت أيقونة للعبقرية والمزاج الغريب. أينشتاين علمنا أن التفكير خارج الصندوق هو ما يغير العالم، فلا تستصغر أي فكرة، قد تكون هي مفتاح التاريخ.